السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشوفوا يعني طبق فاخر يقدم في المطاعم اللي يقدموه ب450 لأربعة أشخاص. أنا راح نديره لكم 240 لست أشخاص. نشوفوا المقادير اللازمة إذن نوري لكم الثمن والكيفية. إذا هنا عندنا المقادير اللازمة. عندي نبداو بالرز اللي هو 250 غرام اللي يدير ب25 ألف. عندي ربع كيلو من اللحم خروف اللي يدير ب70 ألف. وعندي راس ثوم والطماطم ملعقة ونصف. التوابل عندي طبعا اللهنا، الكركم، العكري، توابل خاصة باللحم وال لي زارب دو بروفانس، الملح والفلفل الاسود والزنجبيل والتوابل على حساب واش تحبيتو نتوما. اذا راح نتبل هذاك اللحم بعد ما هرست هذاك الثوم. خلطت معاه التوابل وملعقه ونصف من الطماطم المصبره. راح نماريني بيهم هذاك القطع تاع اللحم فوالا على الشكل هذا. وبعد نخليهم يريحوا في لاماريناد لمدة يعني في التتبيلة لمدة 4 ساعات. ونرجع إذن للتحضيرة الثانية اللي هي اللحم المرحي. اللحم المرحي أنا شريت لهنا مقدار 40 ألف لحم مرحي. وعندي التوابل اللي راح نستعملها. عندي كركم، فلفل أسود، توابل خاصة باللحم والملح. هادو هما التوابل راح نخلطهم مع بعضهم ونخدم بهم هذيك اللحم المرحي وندير بها أصابع الكفتة. راح نخليها تريح ونرجع لها فيما بعد. نرجع للرز لهنا بعد ما نقعناه في الماء وصفيناه. راح نحطوه في لاكوكوط وراح نضيف معاه. انا جاوني 2 كيسان ونص تاع رز، نضيف لهم مقدار 6 كيسان ونصف تاع الماء بنفس الكوب، يعني بنفس الكاس. نحطهم نضيف لهم الملح، نضيف لهم ملعقة تاع ملح، نضيف لهم جوز الطيب، ورق الهند، وملعقة ونصف تاع زيت أو ملعقتين زبدة. نغلق عليهم ونخليهم يطيبوا على نار هادية. نرجع لهنا أنا عندي برمة حطيت فيها الماء، راح نغليها باش نحط اللحم هذا يفور. دونك راح نحطوه يفور طبعا بعد ما تشرب لنا هذاك التتبيله. نهزو هذا اللحم هذا ندير ماريناد ونحط هادو كنحطهم في الفلفل. بون نرجعوا للرز. انا هنا قطعت يعني المرحله هذه ما صورتها لكمش. قطعت قطع من اللحم رميتها مع الرز. وهنا هذيك لا ماريناد زدت ضفتها مع الخليط تاع الرز. عندي هنايا بصلتين متوسطتين قصيتهم على الشكل هذا. انا البصل هنايا راح حطيتو ملعقه زبده كبيره وراح نحمرو فيه. بالنسبه للبطاطا اللي حنديرها فريت نغليها قيس 6 دقائق ونعاود نحيها. هنا بعد ما حمرت هذاك البصل راح نضيف له اصابع الكفته نحمرهم معاه باش يعطيهم ذوق يعني ما شاء الله. هذه طريقه يعني طريقه يديروها غير في المطاعم. دونك نكملوا كل وصفه على حده. دونك هنايا الرز استوى يعني طاب، اللحم مفور كذلك، والكفته اصابع الكفته راهي تتقلب تحمر مليح. شوفوا اذا الدغيسه راح يكون تاع الكتله تاعنا.
هنا هذه البطاطا. بالنسبه للبطاطس انا هنا بعد ما نحيتها من الماء المغلي، ها هاك شفتها هي نصفيها مليح ونشفها نطابيها بشوربه ونعاود نحطها نقليها. توابل الخاصة. طبعا ندير لها ساع التوابل تاع لي فريت اللي باش يجيو تعطيها بنه، هادو خاصين لي فريت وشويه ملح ونحطهم طبعا يتقلاو. نرجع اذا للحم المفور. نسيت ما قلت لكمش قبل ما تحطوه يفور، طبعا لازمكم تثقبوه بالسكين. راح يشوفوه لهنا، شوفوا لاصوص كيفاه جات. هاد لاصوص طبعا راح نفرغها، نخليها معاه كي ندير الدغيساج، راح نحطوه على لوري. شوفوا كيفاه جانا، يعني جا ما شاء الله. فوالا دونك انا هنايا نكمل مع الدغيساج ونرجعوا نشوفوا في ساحة التقديم ان شاء الله. نشوفوا القطعة الثانية تاع اللحم، يعني نفس الشيء. شوفوا كيف طابت، يعني ما شاء الله. اللحم العظم يطير وحده. فوالا كذلك عندي دجاجة شريتها حمرتها، ما صورتكمش المقطع تاعها. ديروا لها زبدة، ثوم وشوية موتارد والملح لي زيبيس اللي عندكم اللي حبيتو، وتحطوها تحمروها جوست في لاكوكوت. هنا نرجعوا للطبق تاعنا. شوفوا اذا الطبق تاع اليوم اللي هو طبق يعني يقدم في المطاعم بثمن باهظ. عندي هنايا التكلفة اقل مما تصوروا. الدجاج هنا انا شريته 70,000. اذا قلنا اللحم مرحي ب40,000. اللحم قطع اللحم 4 كيلو سقاملي، يعني اكزاكتومون 62,500. وكذلك الروز 25,000. وهذوك المكونات كما التوابل والطماطم والبصل راهم يعني كاينين موجودين يعني في المنزل. البطاطا ب10,000. وانا درت الطبق تاع اليوم يعني ما يفوتش 240,000. اللي يقولوا لك 450 4 اشخاص، 240 يوكل عائله كامله تفوت 6 اشخاص. نقول لكم بالصحه والهنا. ما زالت أطباق أخرى، تابعوا قناتي وللمزيد من الوصفات. نتمنى توقعوا بإعجاباتكم واشتراكاتكم. قلكم دمتم في رعاية الله وحفظه. صلوا على رسول الله عليه الصلاة